امتحانات تالتة إعدادي اتسربت. تعال أقول لك إيه اللي حصل. تم نشر امتحان العربي لتالتة إعدادي في محافظة القاهرة، والهندسة في الفيوم، والجبر في أسيوط، والدراسات الاجتماعية في المنيا والدقهلية والقليوبية. وفي محافظة أسيوط قفشوا 5 طلاب من تالتة إعدادي بينشروا الامتحان على السوشيال ميديا، وبالتالي اتمنعوا من دخول الامتحانات لمدة سنة، وكمان لغوا امتحان الجبر والهندسة ل8 من الطلاب كانوا بيحاولوا إن هم يغشوا. زي ما قلت لكم كده، في الفترة بتاعة الامتحانات حرفيا بنشوف مهازل، ومهما يتم بذل مجهود عالي جدا من وزير التربية والتعليم ومن المسؤولين ومن وزارة التربية والتعليم نفسها، مفيش فايدة. لأن المشكلة في الطلاب وفي أحد المراقبين، مش هقول كل المراقبين، ولكن المشكلة الأساسية في الطلاب. فلا بد من التعامل بحزم مع الطلاب دي بشكل فعلا جذري، يتم التعامل معاهم علشان بعد كده الطلاب زي ما بنقول بالبلد كده تتقرص وتتعلم ان اللي يعمل حاجة او يغش او يسرب امتحان او يبقى فعلا في رد فعل او رياكشن كبير معاه. لان الموضوع مش هينتهي، وهتفضل كل سنة وكل امتحانات على هذا الوضع.